قال لي هشام ابن يحيى الكناني هشام ابن كلالي እንዲህ አለ لأحدثنك حديثا በእኔ ያየሁትን ነገር ላውራህ وشهدته بنفسي ራሴ በአይኔ ተመለከትኩትን ክስተት قلت حدثني يا أبا الوليد አውራኝ አበልድ ሆይ አልኩት قال غزونا أرض الروم ወደ ሮም ምድር ዘመትን አለኝ سنة 38 በ38ኛው ዓመተ ሂጅራ وكنا رفقة من أهل البصرة የበስራና የጅዝራ ሰዎችን ተጎራኝተን ነበር የዘመትነው وكنا نتناوب الخدمة ሂድማና ጥበቃ ተራ በተራ እንሰራ ነበር وإعداد الطعام ምግብ ማዘጋጀትም ጭምር كان معنا ከኛ ጋር رجل يقال له سعيد ابن حرب የሚባል ሰው ነበር ذو حظ من عباده በኢባዳው ጠንካራ የነበር يصوم النهار ويقوم الليل ቀኑን የሚጾም ሌሊቱን የሚሰግድ وكنا نحرص على تخفيف النوبة عليه لطول قيامه ስራውን ልናቀልለት እንሞክር ነበር ሌሊት ስለሚቆም وكثرة صيامه ጾም ስለሚያበዛ فكان يأبى ግን እምቢ ይል ነበር إلا بالقيام بكل المهمات ኃላፊነትን እስካልተወጣው ድረስ وما ይያለ رأيته في ليل ولا نهار ሌሊትም ሆነ ቀን አይቼው አላውቅም إلا في حالة جد واجتهاد በትግልና በቁም ነገር ቢሆን እንጂ فأدركني وإياه النوبة ذات ليلة في الحراس በአንድ ሌሊት እኔና እሱ የጥበቃ ተራ ደረሰን وكنا قد حاصرنا حصنا من አንዱን حصون ምሽግ الروم ከበን ነበረ ከሮሞች ምሽግ فاستصعب علينا ከብዶንም ነበር فرأيت من سعيد في تلك الليلة አየሁኝ የዛን ሌሊት የሰዒድን من الجلد والصبر على العبادة ኢባዳ ላይ ያለውን ጥንካሬና ትዕግስት ما جعلني أحتقر نفسي ራሴንም ድንቅ እስኪላይ ድረስ إنه فضل الله يؤتيه من ይሄ يشاء የአላህ ችሮታ ነው ለፈለገው የሚሰጥ فلما أصبح الصباح ولم ينم ንጋቱ በነጋ ጊዜም አይተኛም قلت له خفف على نفسك እኔም አልኩት ለነፍስህ ቀለል አድርግላት فلنفسك عليك حق ነፍስህም እኮ ሐቅ አላት